وأخيرا نختم بمصيبة المدعو فلاس الحدادي، يزعم أن الناس يلبون لخليل الرحمن عليه السلام، وهذا منكر عظيم. ويقول بهذه الكلمة: لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما أمره رب العزة والجلال أن يعلم الناس بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهذا الأمر أمر منكر ومن الشرك والعياذ بالله، وإلا الناس يلبون لله سبحانه وتعالى، للخالق لا للمخلوق، وهذا من مصائب هذا الرجل. ويتبين من ذلك بأنه هو الذي يقول بالمنكر والباطل ولا يرجع إلى أهل العلم، وأما أهل العلم فهم يتكلمون بعلم وأدلة، لكن الحدادية لا يفهمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ طارق، كيف حالك؟ طيب؟ حياك الله يا أخي. معك أبو حذيفة يا شيخ. الله يحييك يا أبو حذيفة. كيف حالك؟ طيب شيخ، هل اطلعتم على بحث أبو دجانة بخصوص التلبية؟ بخصوص ايش؟ التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك. لا أدري والله، ما قال. هو وضع موضوع ايه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك اللهم لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: بهذه الكلمة لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما أمره رب العزة والجلال أن يعلم الناس. فقالوا قوله لبى هذه شرك. من اللي قال له شرك؟ يعني الشيخ فوزي، ويعني في كتابه في الأثرية كذلك. ايوه. ونحن يعني كلام كلام عادي يا شيخ. كان معنى كلام عادي يا شيخ. أقع عليك كلام إمام ابن عبد البر ممكن؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ومعنى التلبية إجابة إبراهيم فيما ذكروا. قال مجاهد وغيره: لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام على المقام فقال: يا عباد الله أجيبوا الله، فقالوا: ربنا لبيك ربنا لبيك، فمن حج البيت فهو ممن أجاب دعوته. معنى يعني معنى لبى إجابة، يعني هي ليس لبى المسلمون لإبراهيم أن لبيك اللهم لبيك هذه لله، ولكن لبوا لبيك اللهم لبيك. نعم. لكن يعني لو قال الشخص أن هذه إجابة يعني الحج، كون الله سبحانه وتعالى بلغ صوت إبراهيم، ويعني أسمع من حتى من أهل العلم من يقول من الأفراد فجابوا دعوته. نعم. هذا يعني لا يكون مبنيا الكلام لفظا ما عليه ضار ولا فيه مشكلة، أنها أصلا هي تلبية لنداء إبراهيم: قرر عليكم الحج فحج. لكن حينما يقول المسلم لبيك اللهم، إذا التلبية هذه لله سبحانه وتعالى، فينظر بها إلى قصد القائل. اي نعم. لا شك أن الأخ ما يقصد أن القائل نعم. يعني يعبد غير الله وأنه يلبي إبراهيم، لأنه يقول لبيك اللهم، يعني التلبية لله، يعني سبحان الله، إجابة لك يا رب، لأن الأصل الله هو الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
ولكن شيخ التعبير فكونه مبدئيا يوصف الشخص بالشرك، نعم، لكونه قال هذا الكلام، هذا فيه نظر يعني محل نظر. نعم شيخ، حتى يعني قوله يعني بهذه كلمة لب المسلمون في مشارق الأرض، هو يحكي عن أن يحكي عن استجابتهم للنداء الذي ناداهم به إبراهيم. نعم هذا هو. ولب المسلمون، نعم لب، لكنهم يلبون هم الآن حينما يحجون يلبون لله. هذا هو. لأن الله هو الذي أمر إبراهيم أصلا، يلبون للآمر المعبود الذي له العبادة الذي له الحج. اي نعم. لهذا من الخطأ أن يعترض على مثل هذا الكلام، لا شك أنه خطأ. اي نعم. ما يعترض عليه إلا لو عرف أنه لا يقصد هذا، لكن ما في أحد إلا ويقصد هذا، يقصد أنها التسبيح لله، وفي اللفظ نفسه اللهم. صح صحيح. لبيك اللهم، ما قالوا لبيك يا إبراهيم. اي نعم هذا هو. أيش. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك. قالوا لبيك يا إبراهيم، لا شك يعني. نعم. يعني الأهل الوثنية يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قط يعني كيف هنا إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، قال قط يعني كيف هنا تكونوا موحدين. نعم. لكن إذا أتوا بي شريكا هو لك أشرك. نعم يا شيخ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.